السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة طبعا قمت على الساعة 10، قلت اعمل ايه يا ام احمد. جيت عاملة طبعا شوية مكرونة بصلصة، بس معلش كنت وحدية ما عرفتش اصور عملتها ازاي، بس انا اقولك عملتها ازاي. جبت طماطم، فرمتها طبعا على الخلاط، حبة زيت، راس توم، بصلاية مبشورة على المخرطة، ماشي، مرقية، توابل، كله ده حطيته مع بعض اتسبك. ماشي، بعد ما اتسبك زودت طبعا 10 دقايق على الاقل يا جماعة، ماشي، اول ما تغلي وطي عليها. ماشي، بعد كده جيت مزودة بشوية مية مغليين، اول ما غلت كده دقيقتين جيت نازلة بالمكرونة، وايدك فيها على طول عشان ما تكلكعش منك، بس حاولي تنزلي واحدة واحدة عشان تبقى مفردة معاكي وتطلع معاكي احلى مكرونة بصلصة. جيت عاملة ايه جنبها برضو شوية بيض بتقلية، دي خلاص هيبقى اكلنا النهاردة، بيض بتقلية ومكرونة ايه بالصلصة. جيت جايبة كيلو بصل مقطعة بالسكين حمرته، جيت عاملة كيلو طماطم عم قطعته زي السلطة فرمته على الخلاط من غير مية. جيت قلبها طبعا على الطماطم اتسبك كويس بحبة مرقة وحبة ملح وتوابل. ماشي، وبعد ما سبكوا ونشفت خالص من المية برضو بتاعة الطماطم، جيت مخليها بردت، مكسرة 7 بيضات، جيت رباهم في بعض كلهم مع بعضهم ال7، جيت قلبهم على التقلية المسبكة، وجيت مسوياها في الصينية زي ما هو زقاها جوا الفرن. ماشي، وجيت عاملة معاها طحينة بالزبادي، طبعا انا نزلتكم كذا مرة طحينة بالزبادي، وجيت عاملة معاها شوية عيش شمسي، وخلاص انا كده ارتحت. لسه مخلصة حالا، وده عثمان يجي من المدرسة ياكل، من تيجي من الجامعة تاكل، وكده ابقى عملت ايه غدا عيالي. والغدا مش مكلف والله العظيم، يعني المكرونة بصلصة ممكن تكلفك كام؟ 20، البيض بتقليه ممكن يكلفك كام؟ 30، بالعيش الشمس يبقى دي وجبة اليوم ممكن تكلفك 50 جنيه فقط لا غير. يلا اعمل الفطار الجميل ده اللي مش مكلف، والطحينة بالزبادي معاهم يا جماعة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم